السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. جبتكم اليوم واحد فكره زوينه خفيفه وظريفه، ما كدي لا مجهود لا حتى شي حاجه، سهله والفكره ذكيه للقطيطات اللي ما كتاكلش الكروكيت. يعني انتينا كتعذب راسك، ماشي دائما كيكون الحوت في الدار. كنشريو هذا الكروكيت هذا الممتاز. وعندي الباطي هذا ديال الحوت السلمون، وهذا ديال الدجاج، وهاد اللحيمات هادو. غادي نعدلوا واحد الوصفه سريعه، ما تاخذ لي ما نعمل فيها لا خضره لا شي حاجه، تجي ناشفه. مهم يلا معايا تشوفوا الطريقه. الكروكيت هذا غادي نطحنوا في الماكينه مولينكس مطحون. المهم واحد جوج الزلايف. وكنستعمل هاد الباطي هذه، يا اما كنستعمل الحوت بوحديته ما نخلطش مع الجداد، ومن الافضل غادي نعملو جويجات. نحاول نخلطها وندخلها مع الكروكيت باش هيدا الكروكيت كيما كيجيهم شي ناشف، وفي نفس الوقت كياكلوا لك حتى الكروكيت. وعندي غادي نعمل وحده هذه فيها السوائل، فيها الزيت. حيت هاد اللحيمات كيعجبوهم وكتعجبهم هاد لي باطي هادي، ما يبقاوش يفكروا في الكروكيت غادي ياكلوها. صافي انا خلطتها وغادي نعمر لهم الطويفات وغادي نعطيها لهم وكيحماقوا عليها بحال هكا. هانتوما غادي تشوفوا كيفاش غادي ياكلوها. الحقيقه كان الكروكيت بوحديتو راه ما كياكلوش.